السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني. معاكم رانيا من فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده هنبدأ حكاية جديدة، فضفضة جديدة، ويا رب تكون قناتي عاجباكم والافكار اللي انا بنزلها عاجباكم. والمشكله مش بتبقى مشكله البني ادمه اللي هي بتحكيها، مشكلتنا كلنا. اكيد هتلاقي في كل بيت في نفس المشكله او مشكله مختلفه عن التانية، واحنا بنساعد بعض. ممكن انا مش قادره اتكلم مع حد، فاتحه قلبها لينا. انا مش عارفه اتكلم مع حد، افتح قلبي ليكم. كلنا هنا عيله واحده. كلنا كل واحد عنده حاجه ممكن يحكيها للتاني، وبنسمع بعض وبنحكي لبعض اكنك بتتكلمي مع نفسك بالظبط. النهارده نبدأ فضفضة جديدة. هو وجع داخلي، هو بيحبني ولا شايفني أقل من كل الستات. كل مرة يعدي قدامه ست يبص يعلق يقارن، وأنا ببدأ أشك في نفسي، في شكلي، في نفسيتي، في كل حاجة فيا. أولا الراجل اللي يبص غير مراته ليه؟ هو ما يا حبيبتي ما شافكيش أيام الخطوبة؟ أما يجي دلوقتي يقارن بقية الستات؟ ولا خلاص دلوقتي بقيتي حاجة مكتسبة ليه عنده قدامه على طول؟ علشان كده هو خلاص الموضوع مش بيقارنك، علشان هو انت حاجة هيروح البيت هيلاقيها. لكن الناس اللي في الشارع دي حاجة كده طياري، ما يعرفش جواها ايه، مش بالشكل ولا بالحلاوة ولا بالكلام المزوق، لا، العشرة، الكلام الحلو. الله اعلم، ما ممكن انت برضو هو اتغير معاكي، وممكن تقارنيه بأي حد تاني. انا مش ضد انه يشوف ستات تانية في الشارع، ده طبيعي. لكن لما كل واحدة يعدي عليها يقول لي شفتي جسمها، شفتي هي عاملة ازاي، ليه مش بتلبسي كده؟ قولوا له يا حبيبي روح اتعامل معاها وشوف جواها طيب ولا لا. مش باللبس ولا بالجسم زي ما هو ما بيقولك، هي بالروح الحلوة. لكن لما كل واحدة يعدي عليها مش بتلبسي كده، فلانة أحلى منك بصراحة، كل كلمة من دول بتقع عليا كأنها خنجر، وأنا ببقى ساكتة بس جوايا في حرب. قولوا له لأ، ما تسكتيش. ليه تسكتي وليه تتعبي نفسك؟ ليه ما تقوليش انت برضو انا بشوف ناس غيرك كتير بتتعامل مع مراتاتها احسن منك، ليه ما بقارنكش بيهم؟ ليه اشمعنى بس هو اللي يقارن، هو اللي يحدد مستقبلنا؟ ليه انت فينكم من كل ده؟ ما ممكن انت بتشوفي في جوز صاحبتك بيعملها معامله احسن من اللي جوزك بيعملها، ليه مش بتقارني بيه؟ ولا احنا لازم نسمع ونسكت وبس؟ بدات ابص لنفسي في المرايه واكره اللي بشوفه، مش عشان انا مش حلوه، لا، عشان الشخص اللي بحبه مش شايفني كفايه. بقيت البس على ذوقه، اغير في شكلي، بس مفيش رضا. طبعا انت غلطانه، شخصيتك هي شخصيتك، ما تغيريش نفسك. انت حاولتي تعملي حاجه بس هو هيشوفك برضو زي ما هو شايفك، هيشوف كمان اللي انت اقل، اللي انت حاولتي تغيري من نفسك، يبقى انت كنت فعلا فيكي حاجه ناقصه. هو دايما شايف التانيين احلى مني، وانا بقيت شبه الناس اللي بيقارني بيهم بس مش شبه نفسي. طبعا انت كده غلط. الغيره ممكن تكون حب، بس المقارنه اهانه. صح، انت معلش لما جوزي يجي يقارني باختي، مش هي اختي، هو انا ما اقدرش ازعل منها، بس ممكن في حاجه مختلفه ما بيني وبين اختي. اما يجي يقارني منها مره والتانيه والتالته انا هكره، ممكن اكره اختي. ليه؟ اللي جوزي شايفها من نظره غير ما شايفني من نظرته. لما الشخص المفروض يحبك يخليكي تشكي في نفسك، يبقى ده مش حب. فعلا فعلا ده مش حب. اما البني ادم كل شويه يحصل نقد ما بينك وبينه، فين الحب اللي هو بيحبهولك؟ هو مش شايفك خالص بعينه. العلاقة اللي تكسرك مش ما تستاهلش تبنيكي، صح؟ انت ما ينفعش انت هو علاقتك كسر، العلاقة ما بينك وبينه هو هانك وكسرك وبقى مخليكي تشكي في نفسك، اللي انت مش حلوة، جسمك مش حلو. ليه كل ده؟ عملتي ايه لكل ده عشان هو يبص للنظرة دي؟ لو استعرض المقارنة مأذية، اسألي نفسك هو بيحبك ولا بيهدمك؟ لو فضل الوضع على كده هتفضلي تعيشي في جلد مش بتاعك، ولا هترجعي تحبي نفسك وتحددي انت تستحقي ايه. فعلا الموضوع يا جماعة أبسط من كده كتير. الحياة الزوجية مش موضوع والله لبس وحياة وشكل وجسم. أنا فاهمة جوزي يبقى هو ده العشرة، هي محافظة على بيتي يبقى دي هي الست الصح. مش موضوع بقى جسمها، ما ممكن تكون واحدة حلوة جدا وشايفة نفسها وده، وسوري في الكلمة، جوزها ينزل من هنا يبصي شتات بقى ومعاملات وحاجات. ليه ما تبصش كل حاجة الشكل؟ بصي لما يبص لغيرك ويقارن بتحسي انك مش كفايه، مش حلوه، مش مرغوب فيكي. طبعا كل ده يوجعك. زوجي بيقارن مراته بكل ست تعدي عليه، ما دي مشكله. اللي انا ما ينفعش ان هو يقارني بحد، انا غير اي حد. انا مش بصراحه مش عارفه انت مستحمله ليه.
هي دلوقتي أنا مش عارفة أنتِ من حقِّك تتعبي، أنا مش باقول لِك كمّلي لأ، التكملة في الحياة زي دي أنتِ تكسري نَفْسِك، ودي فضفضتنا النهارده وكانت فضفضة قلبي مع رنوش، ويا رب تعجبكم. وهي أنا مش عارفة بصراحة هي مستحملة جوزها ده إزاي، أمّا هو بيقارنها بكل ست يقابلها، يبقى هي مش هتعيش، ده الستات اللي في الشارع بالهبل، أمّا يقارنها بكل واحدة. طَب هي هتغيّر من شكلها، هتغيّر من لبسها، هتغيّر من أسلوبها، هتغيّر من حياتها، هتغيّر إيه والّا إيه والّا إيه؟ هي عايشة في سجن، في سجن يا ترى هو دلوقتي في شغله شايف الست دي بأنهي منظر؟ أنا في بيتي دلوقتي طبعًا أنا مش هاثق في جوزي، إزاي هو شايفني بالطريقة دي وهو معايا؟ أنا مش دلوقتي شوفوا لنا حل للمشكلة دي، ويا ريت تكتبوا لي كومنتاتكم وقولوا لي بتابعوني منين، والنهارده فضفضة يا رب تكون عجبتكم، ابعتوا لي كومنتاتكم، وهي صح والّا غلط تكمّل في الحياة دي والّا لأ، تكمّل في بقيتها حياتها مقارنة مع جوزها مع أي حد تاني يقابلها والّا تنفصل. هي بصراحة مش عارفة، أنا باقول لأ، هي كده تشتري نفسها، هي غيّرت نفسها وهي حاسة اللي هي غيّرت اللي هي مش هي. ويا رب تكون فضفضتنا عجبتكم النهارده، وفضفضة قلبي مع رنوش. مع